يا أهلا بيك يا بطل. في الحلقة اللي فاتت عرفنا نختار الشركة القوية ماليا، بس السؤال اللي بيحير الكل: اشتري دلوقتي ولا السعر غالي؟ النهاردة هنتعلم لغة الشموع اليابانية اللي بتعرفنا نفسية المتداولين، وكمان هقولك على استراتيجية النقاط التلاتة علشان تعرف امتى تدوس بنزين وتشتري وانت مطمن، وامتى تهدي، وامتى تمتنع تماما وتبعد عن السهم. يعني ايه شمعة يابانية؟ الشمعة دي مجرد لون احمر او اخضر بتحكي لنا عن خناقة حصلت بين المشتري والبياعين في وقت معين. الجسم بيقول لنا السعر فتح فين وقفل فين، الفتيل بيقول لنا السعر وصل لفين، اعلى نقطة واقل نقطة، بس معرفش يثبت هناك. الالوان يعني عندنا لونين: الاخضر المشتريين، ولو شفت الشمعة باللون الأخضر يبقى المشتريين هم اللي سيطروا وقفلوا السعر فوق. لو شفت الشمعة باللون الأحمر يعني البياعين هجموا ونزلوا السعر لتحت. واسمح لي هنا أفهمك بس بالراحة ايه الجملتين اللي أنا قلتهم دول. يعني ايه البياعين هجموا، يعني ايه المشتريين هجموا، وايه القصة دي؟ بص يا بطل، لما الطلب بيزيد على السهم الشمعة هتبقى خضراء، لو العرض زاد عن الطلب الشمعة هتبقى حمراء. البياعين هجموا يعني في ناس كتيرة عايزة تتخلص من السهم، ناس كتيرة عايزة تنزل السهم ده، عايزة تبيعه بسرعة، فده بينزل السعر. المشتريين هجموا معناها ان في ناس كتيرة عايزة تقتنص السهم في السعر ده، وده طبعا بيرفع السعر. طيب السؤال المنطقي دلوقتي هي ايه الشموع اللي بستناها عشان نشتري؟ مش اي شمعة تخلينا نشتري، احنا بندور على شمعتين بالذات. شمعة اسمها المطرقة، جسم صغير وفتيل طويل جدا من تحت، دي معناها ان البياعين حاولوا يوقعوا السهم بس المشتريين لحقوه ورفعوه تاني، ودي علامة ارتداد لفوق. وفي شمعة تاني اسمها الابتلاعية، الخضرة طبعا، شمعة خضرة كبيرة تبلع الشمعة الحمراء اللي قبلها، دي معناها ان المشتريين دخلوا بكل قوتهم. دول اكتر شمعتين مميزين واسهل علامتين ممكن تتعرف بيهم امتى تدخل. تمام كده؟ طيب في حاجة اسمها استراتيجية النقاط التلاتة او الدخول الامن. عشان تدخل صفقة صح لازم التلات حاجات دول يتجمعوا مع بعض. اول حاجة نقطة الدعم، السعر يكون عند منطقة الدعم او منطقة رخيصة لمسها وطلع منها قبل كده. انا عارف ان انت لسه مش عارف يعني ايه الدعم وايه المقاومات، ودي هشرحها لك قدام شوية، بس افتكر انه في استراتيجية النقاط التلاتة لازم اولا يكون السعر عند منطقة الدعم. ظهور شمعة تأكيد زي الهامر او شمعة خضراء قوية عند الدعم ده. 3. مؤشر اسمه ال RSI، نفتح مؤشر القوة النسبية ولو لقيناه تحت خط ال30 اللي هو منطقة تشبع بيعي يبقى السهم ده لقطة ومستعد للانفجار. طيب انا عارف ان انا لسه ما شرحتلكش ايه هو الدعم وايه هي المقاومة ولا ال RSI، فتعالى دلوقتي نتعرف يعني ايه دعم ويعني ايه مقاومة. تخيل ان السعر يتحرك داخل غرفة، الدعم هو الأرضية، كل ما نزل السعر ولمسها لازم يرتد للأعلى، لأن المشتريين بيبقوا شايفين ان السعر كده بقى في أرخص حالاته فيبدأوا انهم يشتروا. المقاومة ببساطة هي السقف اللي كل ما يطلع السهم ويلمسه يروح نازل تاني، لان البياعين شايفين ان السعر بقى عالي او بقى كويس جدا بالنسبة لهم او يحقق اهدافهم، فبالتالي بيحصل ان هم بيزودوا عروض البيع فالسعر بينزل. ازاي تحدد المقاومة والدعم؟ عن طريق حاجة اسمها القمم والقيعان. زي ما انت شايف كده قدامك هتلاقي انه النقطة اللي فوق دي اسمها قمة والنقطة اللي تحت دي اسمها القاع. دور على النقط اللي ارتد منها السعر مرتين او 3، وده شرط اساسي يعني مش مرة واحدة، وارسم خط افقي يربط النقط دي ببعض. الخط اللي تحت اسمه الدعم والخط اللي فوق هو المقاومة، ودي شرحتها. تمام؟ طيب عايز اقول لك حاجة مهمة جدا، ان ممكن يحصل تبادل ادوار. يعني ايه؟ يعني لو السهم كسر السقف بتاعه او كسر المقاومة بتاعته، المقاومة بتتحول تلقائي لدعم. لو حصل العكس وانه كسر الدعم بتاعه، الدعم بيتحول تلقائي لمقاومة تاني. وفي عندنا حاجة بتسهل علينا
الدنيا اكتر، اسمها الانديكيتورز او المؤشرات الفنية. المؤشرات هي ادوات حسابية تساعدك على فهم اتجاه السعر وقوته، وهي بمثابة البوصلة للمتداول. اهم المؤشرات واسمائها، اولا احنا هنقسمهم، عندنا مؤشرات اسمها مؤشرات الزخم، واهم واحد فيهم هو RSI او مؤشر القوة النسبية. RSI ده بيقول لك الناس اشترت كتير وخلاص السعر يعني حصل تشبع في الشراء، فما فيش طلبات او مش هيبقى فيه طلبات للشراء تاني، فبالتالي المعروض هيزيد فالسعر هينزل. وبرضه بيقول لك الناس باعت كتير وخلاص بقى اللي معاهم السهم مش عايزين يبيعوه دلوقتي، فالطلبات هتزيد فبالتالي السعر هيعلى. ده أهمية RSI، وهشرحه لك بالتفصيل وهوريه لك احنا ازاي بنطلعه على تريدنج فيو بس قدام شوية. دلوقتي بقى هتكلم على مؤشر او مؤشرات الاتجاه، وعلى فكرة دي مهمة جدا. مؤشرات الاتجاه او الموفينج افريج او المتوسطات المتحركة، بص دي عن طريقها بتعرف اذا كان الاتجاه صاعد او السهم ماشي في اتجاه صاعد ولا هابط. واهم المؤشرات بتاعتها قيمة 50 او لا قيمة 20 و50 و100 و200. اذا كان السعر فوق الخط فالاتجاه كده صاعد، اذا كان السعر تحت فالاتجاه هابط. اذا كانوا مرتبين في اتجاه تصاعدي فده بيقول لنا ان انت ماشي في اتجاه صاعد قوي، اذا كانوا مرتبين في اتجاه تنازلي فاحنا بنقول ان احنا داخلين على مرحلة هبوط، وهكذا. وعندنا مؤشر ثالث وهو مؤشرات السيولة والتقلب، اسمه البولينجر باند. تقدر تقول ان هي بترسم لك قناة حول السعر. القناة دي او الغرفة دي اللي هي بيتحرك فيها السعر، لما بيوصل للمنطقة العلوية زي ما قلنا بيوصل للقمة فبيروح منعكس ويروح نازل وهكذا. ونصيحة ليك انت، ما تعتمدش على المؤشرات ابدا لوحدها. ليه بقى؟ لان هي بتتبع السعر مش بتسبقه. المؤشرات عمرها ما تسبق السعر، المؤشرات بتتغير وبتتأثر بعد السعر. انت لازم تحدد الدعم والمقاومة، ولازم تبقى منتظر لو انت داخل، لو انت بتحدد نقطة الدخول لازم تنتظر ظهور على الشاشة شمعة انعكاسية، وتبص على RSI كعنصر تأكيدي. انت فاهمني؟ وتعالوا دلوقتي بس بالراحة، فتح معاك دلوقتي سهم في كيلوباترا على ابتدينا تريدنج نضغط فيو. شوية. تعالوا كده طبعا بالراحة اللي نشوف حضراتكم على شايفينه قدامكم هي دي تريدنج فيو الشموع الدنيا اليمنية هتمشي اللي ازاي. هتلاقوها واللي هنشتغل عليها، واللي هتبقى يعني تقدر تقول دي الأداة بتاعتك من الآخر كده، دي اللي هتبقى بتساعدك تقرأ السوق من اللحظة دي. تمام؟ طيب تعالوا كده نبص على كام شمعة ونشوف الشمع اللي احنا اتكلمنا عنه. بصوا كده زي ما حضراتكم شايفين الشمعة الخضرا دي اسمها شمعة ابتلاعية. انت شايف حجم الشمعة وشايف واخدة من بداية الشمعة الحمراء ومعدياها، فعشان كده الاتجاه اتعكس بعديها على طول. طيب تعال نشوف شمعة تاني تكون همر. في حاجة جميلة هنا عايز اوريها لكم. بص كده مهم جدا نفرق، ودي حاجة لازم ناخد بالنا منها. شايفين الشمعة دي اللي هي كانت يوم 31 ديسمبر 25؟ الشمعة دي مش همر. لو ركزت معايا ثواني كده بصوا هتلاقوا هنا، بص لما هعمل لك زوم الشمعة مش همر. ليه؟ شايف الديل ده اهو، الشمعة دي مش همر. طيب لو انت عايز نموذج على شمعة همر، احنا قدامنا اهو الشمعة دي اللي كانت يوم 29 ديسمبر، دي شمعة همر. الجسم صغير، الديل تقريبا في طول الجسم مرتين، ومفيش اي فتيل فوق. وزي ما انت شايف شمعة الهمر عملت بعديها انعكاس. طيب شمعة زي دي اللي هي كانت يوم 20 يناير 2026 نقدر نقول عليها شمعة همر؟ الإجابة الأكيدة لا طبعا. ليه؟ لأنه الفتيل أطول من الجسم بكتير جدا. احنا الشرط الأساسي بتاعنا إن الفتيل يكون أطول من الجسم مرة ونص أو مرتين، ما يبقاش بالمسافة دي، فدي مش شمعة همر. طبعا كل شمعة من دول زي ما حضراتكم شايفين كده ليها قمة وليها قاع. الشمعة دي اللي هي الأخيرة اللي هي كانت يوم 5/4/26 هتيجي تقول لي القمة بتاعتها فين والقاع بتاعها فين؟ هقول لك القمة بتاعتها اهي عند بداية الفتيل، والقاع بتاعها عند آخر نقطة هي وصلت لها. ايه اللي حصل؟ أو الشمعة دي بتحكي لنا ايه بالظبط؟ بص اللي حصل إنه الشمعة دي ساعة لما ابتدت أو ساعة الافتتاح كان السعر تقريبا
12.15 او اثناء الجلسة السعر وصل ل 12.15. تمام. كان في البداية عزم عند المشترين، ابتدى يقل بالتدريج لما ابتدى عروض البيع تكتر، ابتدت تضغط، السعر ابتدى يتراجع، اللي بياعين او اللي كانوا عايزين يجنوا ربح عند 12.15 كانوا كتير جدا، فقدموا عروض كتيرة، فبالتالي ده ضغط على السعر خلاه ينزل. بقى عندنا السعر عند 12.08، نقدر نقول ان هو ما قدرش يتخطاه، وفي نفس الوقت هو ما قدرش يثبت عنده، هو كان بيفضل يحاول يطلع له، لكن يجي البياعين يروحوا بياعين اكتر فالسعر ينزل، وراح نزل عندنا تاني لحد ما وصل ل 12.02 زي ما احنا شايفين، واستقر وقفل على كده. لو هاجي هقولك اديني كده ملخص الصراع اللي دار، هتقولي انه المشتري كان قليل او كان ضعيف شوية، البايع كان عايز يجني ارباح، كان عايز يتخلص من السهم بسرعة، فكان اول ما يوصل السهم عند 12.08 كان يلاقي عدد بياعين كتير جدا، يروح نازل تاني عند 12.02 السهم لقى مشتريين يسندوه عشان ما يهبطش تاني. وهنا في اثناء الجلسة يا اما البايع اتنازل عن سعره اللي هو 12.08 سوري وباع ب 12.02، يا اما فضل مستني ان السعر يلمس والمشتري كان قاعد مستنيه عند 12.02، هو مش عايز انه يدفع اكتر من كده. فهمتني؟ طبعا الصراع ده انت هتلاقيه كتير جدا، انه المشتري يكون منتظر السعر او منتظر السهم عند سعر معين، ويكون البايع برضه منتظر ان يبيع السهم عند سعر معين، بس المشتري تمام احيانا بيبقى اقوى. امتى؟ لما يبقى الاتجاه مثلا هابط، او في اشاعه، او في رؤيه، او في توجه ان الاتجاه العام هابط للسهم، فبالتالي المشتري خايف الآن، لأن المشتري مع السهم فخايف إنه يخسر فلوس أكتر، فكل ما السهم يطول أو يتهز المشتري يبدأ يعيد حساباته البايع يبدأ يعيد حساباته ويبدأ يفكر إنه يتنازل عن السهم، وهنا بيروح يتقابل مع المشتري في النقطة اللي هو عايزها. طيب امتى بقى العكس بيحصل؟ المشتري هو اللي بيطلع في حالة واحدة، الحالة اللي هي ان الاتجاه عندنا للسهم صاعد، وان المشتري متخيل انه في اهداف لسه ابعد ممكن يحققها، فيجي واحد مشتري اشترى مثلا السهم، مثلا هنفترض على السهم ده اللي هو قدامنا سهم كليوباترا، هنفترض ان احنا معانا مشتري اشترى من لما السهم كان 11.99 يعني 11.99 تمام، والسهم جه وطلع عند 12.82 زي ما حصل هنا. اللي مشتري السهم هيبقى شايف ان هو كسبان تقريبا 82 قرش او 83 قرش، فيقول لك لا انا خلاص كده تمام، انا ده الهدف بتاعي وانا مش هطمع وهاخد بعضي وانسحب من السهم، فيروح بايعه. اللي بيجي يدخل عند النقطة دي بيبقى مستني ان الهدف يوصل مثلا ل 13.75 قرش مثلا. فهي دي الفكرة، ان انا ببيع لما بوصل لهدفي، وانت بتجري ورايا عشان انت عارف ان في هدف بعد الهدف ده، او انت عشمان، او انت اللي بيخليك تطلع لي ان انت شايف في رؤيتك انه انت ممكن تحقق ربح من الهدف اللي بعده او المقاومة اللي بعديها، وشايف ان الربح ده مناسب ليك. وانا ببيع في الحالة دي لان انا خلاص اكتفيت بربحي، ده في حالة ان الاتجاه صاعد. تمام كده؟ طيب احنا كنا قلنا ازاي هتعرف المقاومات والدعم والكلام ده. بص يا بطل، انا دلوقتي هكبر بس شوية. تمام، قدامي الشارت دي، عايز اعرف فين مكان الدعم بالظبط. الخط الاحمر دوت المنقط قدامك ده مش انا اللي رسمه، ده السعر حاليا واقف فين. وقت التصوير ده السعر كان واقف عند 12.02. تمام، احنا قلنا انه عشان احدد منطقة الدعم هي اولا خط عرضي، لازم يكون السهم لمسه وارتد منه، بس مش مرة واحدة، اكتر من مرة. هدور هنا على اقرب قاع حصل في الفترة الاخيرة واشوف هل هو بينطبق عليه الكلام ده ولا لا. هلاقي انه
هلاقي انه السهم عند 11.85. لو احنا مدينا اهو خط عرضي زي ما انت شايف كده، هتلاقي ان السهم ادي لمسه مرة 2 3 4 5. هتلاقي ان السهم لمس الخط ده اكتر من مرة وعمل ايه وارتد. وتعالى مع بعض كده نشوف لو السهم عدى الدعم ده ونزل تاني لتحت هيوصل لفين. تعال نشوف كده مع بعض. هيوصل عند تقريبا النقطة دي. هتلاقي ان السهم لمسها كذا مرة وارتد منها او حصل تغيير اتجاه فيها. هرسمه لك برضو. اللي انا رسمته ده اسمه الدعم التاني. يعني ايه؟ يعني لو حصل ان السهم نزل تحت الخط الاولاني اللي انا رسمه بالاصفر دوت، هينزل لحد اللي هو تقريبا احنا الخط الاولاني كان مرسوم عند نقطة 11.85. لو نزل عنها هيوصل لحد 11.42 عشان يرتد تاني ويفضل يحاول يعديها. زي ما حضرتك شايف في المنطقة دي السهم كان بيعاند في نفسه وبيحاول يعديها ويحاول يطلع منها، واهو زي ما انت شايف في المنطقة العرضية دي ما بين المقاومتين السهم هنا بيحارب بيوضح لنا اهو اللي بيحصل اهو. زي ما انت شايف يحاول يطلعها يروح مرتد منها وهكذا، والسهم يفضل يطلع وينزل في الحتة دي. طيب ده كده انا عندي الدعم الاول والدعم التاني. طيب عايزين نجيب ايه بقى؟ المقاومة. نفس الطريقة اللي جبنا بيها الدعم، بندور على احنا دلوقتي هنا مثلا اهو اقرب نقطة للقمة. تمام، احنا عندنا مقاومة عند 12.45. هل دي اقرب مقاومة؟ لا. عشان نيجي بس هندور هنا. المقاومة بتتحسب ازاي؟ اعلى نقطة قمة قريبة زي ما انت شايف كده، وهرسمه لك دلوقتي برضو الخط بتاعي. بص كده لو ركزت معايا هتلاقي بص هنا ادي نقطة وصل لها السهم وراح نزل، نقطة ارتداد تانية اهي، نقطة ارتداد تالتة اهي، بعد كده هتلاقي الرابعة الخامسة الستة. هتلاقي ان السهم بيروح لامس المنطقة دي ويروح واخد بعضه ايه يرجع تاني. فدي اول مقاومة قدامنا وهي عند 12.31. يعني لو السهم ده هنفترض انه بكرة قدر يوصل ان يجمع سيولة وان يكون عليه طلب، فهو تقريبا هيقف عند 12.31 وهيقابل مقاومة وهيضطر ان هو يرتد شوية، الا لو في حالة ان السيولة كانت عالية جدا عليه. ساعتها ممكن يخترق المستوى ده ويوصل للمستوى اللي بعده اللي هو تقريبا هيبقى عند 12.80. المستوى اللي بعده تقريبا هيبقى عند منطقة ال 12.80 مستوى المقاومة التاني. طيب لو ما قدرش وما كانش فيه سيولة والسهم اتقابل بانه في ناس بياعين كتير عايزين تتخلص منه، السهم هينزل هيوصل للدعم اللي هو عند 11.84 او 85 او 86 المنطقة دي. ولو ما لقاش سيولة ومشتري هينزل للمنطقة اللي تحت وللدعم اللي تحت. طيب من الشمعة اللي قدامي دي اللي هي الشمعة الأخيرة ومن غير أي مؤشرات تاني أفهم إيه؟ إحنا كان عندنا السهم المفروض فتح عند 12.08، لكن كان في قوة بيعية راحوا ضغطوا السهم نزل لحد 12.02، وده معناه ان المشتري ما عندوش استعداد انه يدفع في السهم الرقم ده دلوقتي، وما عندوش شغف بالسهم دلوقتي، وما عنديش طلبات على السهم دلوقتي. من المنظر ده هل تتوقع ان بكرة الوضع هيختلف او ممكن تدخل سيولة؟ الاجابة هقول لك عادي جدا، ممكن جدا 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 تدخل سيولة بكرة. ممكن الوضع يختلف ممكن جدا. مش عايزك تتغر بمنظر الشمعة الأخيرة. هي شمعة بتقول ان احنا واصلين لمرحلة دلوقتي من الضغط البيعي، لكن هنا بقى هحتاج اشوف مؤشر تاني عشان اقدر احكم. هاجي هنا عند الانديكيتورز وهروح ضاغط وهروح اكتب على في خانة السيرش RSI. تعال معايا كده بص، ال RSI هو المؤشر اللي تحت اللي ظهر قدامنا ده. الخط اللي لونه بنفسجي هنا هتلاقوه تقريبا عند عامل 38.97. تمام. الخط الاصفر الخط البنفسجي مؤشر المشتري، الخط الاصفر مؤشر البياع. البياع عندي 44.63. معناها ايه الارقام دي؟ اولا طالما هما الاتنين في منطقة 30 لل50 لل70
فهما الاتنين كده في منطقة الصراع بتاعتهم، هما الاتنين في بينهم هات وخد، لسه مفيش حد حاسم الموضوع، لسه البياع عنده طاقة انه يبيع ولسه المشتري عنده طاقة انه يشتري معاه. فاحنا هنا نقدر نقول ان احنا في حاجة اسمها منطقة عرضية. يعني ايه؟ يعني لسه مفيش حد من البياع والمشتري يقدر يتغلب على التاني بشكل قوي يحسم الموضوع. ال RSI هنا بيقول لي انه احتمال كبير جدا بكرة هما الاتنين يفضلوا في ايه، في الصراع دوت، يحاولوا يزقوا السعر حاجة بسيطة، لكن لسه مفيش حد فيهم قادر يقول انه ماسك زمام المعركة اللي ما بينهم. طيب انا عشان ادخل واشتري، اولا الوضع ده بالنسبة لي انا مش هدخل اشتري دلوقتي. طيب ادخل اشتري امتى؟ لو انا قدامي الشمعة دي والمؤشر البنفسجي ده تحت ال30، ساعتها هروح اشتري وانا مرتاح. طيب هتقولي ليه ما تشتريش دلوقتي؟ هقولك لانه لازم المؤشر ده هينزل تاني، المؤشر البنفسجي ده هينزل شوية تاني، هينزل يريح تاني، هينزل يهدي تاني، ساعتها هبقى بشتري على احسن سعر. طيب لو انا مش قادر استنى لحد اما المؤشر ينزل لل30 اعمل ايه؟ تمام، طالما المؤشر فوق ال50 بتاع ال RSI فانت في الامان، بس في حالة واحدة تشتري والحالة مش متوفرة هنا، ايه؟ ان انت تلاقي الميل بتاع الخط ده لفوق مش لتحت. في حالة الميل الخط لتحت بيقول لك ان لسه السهم هيهدى وهيبرد تاني وسعره هينزل تاني، لسه الحرب اللي ما بينهم ايه، قايمة، لسه الدنيا هتبرد تاني، لسه السعر لسه ما يعني هيجيب تحت تاني. ففي الحالة دي لا، اصبر. لو لقيت ان السهم ابتدى يتعدل وياخد كيرف لفوق زي ده اهو هنا، مع بداية الكيرف تروح انت ايه، طالع معاه. ولازم تاخد بالك من نقطة مهمة جدا، وهي انه الشمعة الاخيرة دي ملهاش زي اللي تحت، وده معناه حاجة من الاتنين، يا اما القوة البيعية كانت قوية بدرجة كبيرة جدا لدرجة ان هي كانت بتزق السعر والمشتري مش قادر يسد معاها ويرفع السعر تاني، يا اما السهم اساسا مش مهتمين بيه والسهم مش عليه طلب، فبالتالي حصل المنظر اللي انت شايفه. ده يأكد لي انه السهم في الاغلب هينزل لمنطقة المقاومة او للقرب منها. فلو انا عايز اشتري السهم ده يبقى لا، ما يشتروش دلوقتي واستنى لحد ما يلمس منطقة المقاومة، سوري، منطقة الدعم بتاعته. لما ينزل لمنطقة الدعم ولقيت ان انا عندي مؤشر ال RSI ما ابتداش يتحرك لفوق، اعرف ان انا قدام سهم واخد الاتجاه الهابط وانه هيدخل لمرحلة الدعم اللي بعديها وهيحاول يكسرها. فهنا لو اشتريت السهم هتحبس فيه وقت طويل لحد ما يرتد تاني للأعلى وهكذا. ودلوقتي عايز اقول لك نقطة مهمة جدا، وهي الستوب لوس او وقف الخسارة. بص يا صديقي، احنا قلنا انه السهم لو نزل وعدى منطقة الدعم دي يبقى هو في اتجاه هابط، يبقى هينزل لحد المنطقة اللي بعديها، الدعم اللي بعده. ده معناه ان انا لو السهم ما لمس المنطقة دي وارتد منها يبقى السهم هيخسر، او انا هضطر اتحبس فيه وقت اطول لحد ما يحصل عملية الارتداد. ودي طبعا بتاخد وقت، غير انها بتاخد وقت انت ممكن تاخد الفلوس دي تحطها في سهم تاني ربحان او ربحه اسرع، فبالتالي ما بيكونش افضل حاجة. فده معناه ان انا عندي نقطة الدعم دي نقطة مهمة جدا. ليه؟ عشان احسب اوقف او ابيع السهم متى بالظبط، عشان ما اخسرش وعشان ما تحبسش. هبيع عند نقطة الدعم اللي هو لو كسرها يبقى نازل تاني، فخلاص. فعايزك تحط في دماغك دايما انه الدعم الاول هو نقطة وقف الخسارة بالنسبة لك، زي ما هو بالظبط احسن نقطة للدخول. طبعا في نقط دخول تاني غير الدعم، لكن دايما حط في دماغك ان الدعم احسن نقطة للدخول واحسن نقطة للستوب لوس او وقف الخسارة. لو السهم قفل في اتجاه صاعد ناحية المقاومة او فوق الدعم، يعني مثلا هو نزل قرب من الدعم وقفل فوقه، اول قفلة ما تتحسبش، يعني اليوم الاولاني اللي قفل فوقه ما يتحسبش، اليوم التاني هتشوف هل السهم هيقفل فوقه ولا هينزل يكسره. لو قفل فوقه وارتد انت كده في احسن توقيت ان انت تشتري فيه. لو لقيت السهم بياخد بعضه وينزل لتحت اعرف ان ده نازل سقوط حر وهينزل للدعم اللي بعده وهكذا. طبعا دي انا هشرحها لك بالتفصيل قدام شوية، بس
عامة دلوقتي لو انت لقيت ان السهم خلاص النهاردة اخر الجلسة جت والسهم واقف مثلا في المنطقة دي عند 11.87، وتاني يوم لما فتح لقيته طالع في اتجاه مثلا 11.99، اعرف ان السهم خلاص هيرتد لفوق وهيطلع واتجاهه صعد وتمام وزي الفل، وخد السهم ده. لو لقيته بعد ما قفل عند الدعم تاني يوم واخد بعضه ونازل لتحت مثلا عند 11.64، اعرف ان السهم حصل له سقوط حر وهينزل لتحت. خلاص كده السهم ده ما تشتريهوش. يبقى احنا مهم عندنا جدا عشان نحدد الدخول عند عند منطقة الدعم، ان السهم اول حاجة وده شرط اساسي يقفل فوق الدعم تاني يوم، اليوم اللي بعده على طول يبقى اتجاهه صاعد بعيد عن منطقة الدعم. لو الشرطين دول اتحققوا وانت مغمض اشتري وادخل في منطقة الدعم، ودي على فكرة اكتر منطقة ممتازة تدخل فيها. لو الشرطين مش موجودين او شرط واحد بس اللي اتحقق والشرط التاني لقيت تاني يوم الدنيا نازلة، اوعى تدخل. تمام. في نهاية الحلقة دي عايز اقول لك حاجة مهمة، الفهلوة في البورصة بتخسر، لكن الالتزام بالاستراتيجيات هو اللي بيعمل ثروة. واهم حاجة بقى انك لازم تدخل على تريدنج فيو على سهم من الاتنين دول، يا اوراسكوم للاستثمار يا بالم هيلز، وطلع لي شمعة هامر حصلت عند منطقة دعم في اخر شهرين، وقول لي في الكومنتات وانت مصورها لي سكرين شوت ايه اللي حصل او اللي انت شايفه حصل بعدها، وحاول ترسم خط الدعم. وكمان يا ريت تكتب لي خط الدعم الاول والتاني بالنسبة لاوراسكوم للاستثمار وبالم هيلز عند كام في اخر شهرين. هستناكم في الكومنتات، ودلوقتي اقدر اقول لكم سلام.